صفر يا جماعة، عاملين يا رب تكونوا بخير. جايلكم بحلقة جديدة وحلقة الانتقالات. 20 انتقال معانا في انتقالات دغدغة النهاردة، ولعيبة ما بتلحقش توصل الفرق وتمشي على طول، وصفقات تانية كتيرة جدا. فتعالوا نخش على الفيديو بتاع النهاردة على طول، ولكن متنساش قبل ما نبدأ متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك تحت في وصف كل ما وصل القناة بتاعتنا. يلا بينا نخش على الحلقة. معاكم مشاهدي أشرف في قناة الكورة في الشوال، ويلا بينا نبدأ على طول الحلقة. أول واحد معانا وهو رامون سوسا. رامون سوسا اللي كان بيلعب في نادي نوتنجهام فورست ينتقل لنادي بالميراس البرازيلي. اللي ما تعرفش اللاعب ده جه في ايه ومشي في ايه مع النادي، ما تعرفش. مشى البالميراس ب 18 مليون يورو، عنده 25 سنة. صفقة كويسة نوعا ما نادي بالميراس، ولكن هي غريبة جدا. نوتنجهام تقريبا جابته السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها، السنة دي باعته لبالميراس. فانت مش عارف هو اللاعب جه امتى ومشي امتى، لحقتوا تشوفوه يعني مش عارف. اللاعب التاني وهو باري اللي كان بيلعب في نادي فياريال ينتقل لنادي ايفرتون ب 30 مليون يورو، عنده 22 سنة. هنشوف هل يبقى نيكولا جاكسون جديد ولا هيبقى لا من المهاجمين الكويسين مع نادي ايفرتون اللي محتاج هجوم واللي بيدعم. يمكن كل سنة احنا نشوف ان ايفرتون بتجيب مهاجم. شفنا بيتو، شفنا ان هي جابت واحد زي اللي هو الشرميتي، جبنا واحد تاني زي باري، وجابوا قبل كده لاعبين اعارات في موسم. جابوا جاك هاريسون اوقات، وجابوا مش عارف مين ومين، ولكن وماكنيل، ولا حد بينفع قوي معاهم وبيمشي. فهنشوف هل باري يبقى صفقة كويسة ولا ضمن الفشنك اللي جم لنادي ايفرتون. اللاعب الثالث هو شمس الدين طلبي. شمس الدين طلبي اللي بيلعب في نادي كلوب بروج ينتقل لنادي سندرلاند الوافد الجديد للبريمير ليج. جابوه ب 20 مليون، عنده 20 سنة. لاعب مغربي، صفقة كويسة جدا. بيقول لك ان هو موهبة المغرب الجديدة. فهنشوف هل ينفجر مع نادي سندرلاند، خصوصا ان هو نادي لسه مش هيبقى عنده يعني اللي هو عايز يطلع. لا، انا دوبك عايز اقعد في البريمير ليج، مفيش ضغوطات على اللاعب. حلو جدا، جابوه بسعر كويس. حتى لو الصفقه فشلت هيقدروا قدام ان هم يبيعوه تقريبا بنفس السعر او يخسروا على الاقل 5 مليون. اللاعب الرابع وهو انشيلوتي في مدرب جديد. انشيلوتي هو ديفيد انشيلوتي يصبح مدربا لنادي بوتافوجو. هنشوف هل يستمر على مسيره ابوه ولا في الانحدار اللي ابوه فيه دلوقتي. فهنشوف ديفيد انشيلوتي هيقدر يعمل ايه مع بوتافوجو. اللاعب الخامس وهو فليبي لويز تقول لي ده اعتزل من زمان. لا، فليبي لويز المدافع اللي كان بيلعب في نادي الاتحاد، اللي كان من المدافعين الهايلين جدا، ومره واحده ده وينج ريت غير طبيعي في نادي الاتحاد. بعدها راح نادي مارسيليا، والسنه دي منتقل من مارسيليا لنادي رايو فايكانو فري ايجنت. وعنده كام سنة؟ 28 سنة. اتفاجئت من سنه جدا، دخلت قلت عليه مثلا ده 32 33، ليه 28 سنة؟ فهو لسه يعني في شباب عمره، يعني يعتبر اللي هو الوقت اللي يقدر يطلع فيه أحسن مستوى ليه. ولكن غريبة جدا. هنشوف مع نادي رايو فايكانو صفقة حلوة جدا ليهم. هل هيقدر ينفجر هناك في نادي ما عليهوش ضغوط قوي تمام يعني؟ فالمفروض ينفجر هناك فيليبي لويس. اللاعب السادس وهو تيليمان اللي كان بيلعب في نادي ايندهوفن ينتقل نادي باير ليفركوزن. اول صفقه حلوه يمكن يجيبها إيريك تين هاج. جابوه ب 35 مليون. اللاعب عنده 23 سنه. جابوه عشان يحل مكان فيرتس، ولكن اعتقد ان هيبقى فيه فرق كبير جدا ما بين فيرتس وما بين تيليمانز. ولكن هو لاعب يعني الراجل برضه يعني تناك اول ما جه لقى الفرقه كلها بتتسرح. جوناثان تاه مشي، والحارس مشي، وفيرتز مشي، وفريمبونج مشي، والفرقه كلها بتتسرح، وتشاكا ملقاش حد يا عيني. فتيليمانز هنشوف هل تبقى صفقه حلوه. اعتقد ان هو كان برضه كان بيلعب تيليمانز في وقت من الاوقات في الدوري الالماني وهو صغير، فتقريبا عنده خبرات يعني برضه في الدوري ده. اللاعب السابع وهي صفقه غريبه جدا جدا جدا، يوسف بولسن اللي من سنتين 3 4 كان من افضل مهاجمين، وكنا بنتكلم عليه لما كان لسه لايبزيج فرقه اللي هي داخله لدوري الابطال جديد وانفجرت. يوسف بولسن وقلنا ده مهاجم هايل، وكان في كلام ان هو يروح ارسنال والكلام ده كله، الى ان بينتقل من لايبزيج لنادي هامبورج في الدوري الالماني بمن مليون فقط، بمليون يورو فقط. صفقة غريبة جدا بمليون بس. مش عارف، احنا لو بنبيع الشناوي تقريبا هنبيعه بأزيد من مليون. ده
صفقة غريبة جدا بصراحة. اللاعب الثامن، جيت في ايه ومشيت في ايه انا مش عارف. اموجو لسه قايلينه في الحلقة اللي فاتت ان هو وصل لتشيلسي. تشيلسي باعته لستراسبورج ب6 ولا ب8 مليون، عنده 19 سنة. مش عارف يا جماعه تشيلسي دي بتعمل ايه بجد. انا تشيلسي دي انا اتخنقت من الفرقه دي. عندهم مثلا 1000 لاعب، ما تعرفش هينزلوا مثلا في ارضيه الملعب يلعبوا ب 22 لاعب بدل 11. انا مش عارف، ما اعرفش، الفرقه دي خنقتني جدا 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 بصراحه. انا ما اعرفش انتوا بتعملوا ايه. اللاعب التاسع وهو موهبه مانشستر يونايتد السابقه، اللي كان المفروض ان ده كان هيبقى الاسطوره، ولكن بعناها قلنا ده لاعب من الاكاديميه عادي يعني، وشفنا منه كتير. إيلانجا من نادي نوتنغهام فورست لنادي نيوكاسل ب 45 مليون قابلة للزيادة، 20 مليون إضافات. عنده كام؟ عنده 23 سنة. لاعب انت بتتكلم تقريبا مانشستر يونايتد بعته مش عارف 25 مليون ولا ايه، ودول يا باشا دخلوا فيه 60 مليون. زي ما انت هتبيع دلوقتي جرناتشو وراشفورد وسانشو وانتوني، وبنتكلم ان احنا معناش فلوس. معكش فلوس ازاي؟ دي ميزانية دولة. يعني انتوني ده لوحده ب 50 مليون، راشفورد لوحده ب 50 مليون، جرناتشو المفروض 100 ده لوحده، وانتوني هكذا يا جماعه. يعني المفروض انت يبقى عندك في الميزانيه على الاقل 300 مليون من اللعيبه دي، هنقول 200. انت مش عارف تجيب ال 100 من اللعيبه دي، معرفش، غريبه جدا يعني. اللاعب العاشر وصفقه حلوه جدا جدا، وخشوا اعطوا في الفانسي وانتظروا حلقات الفانسي اللي هتنزل تبقى ادينجرا لاعب من برايتون ينتقل لنادي ساندرلاند ب 24 مليون، عنده 23 سنه. صفقه جباره لنادي ساندرلاند. لاعب انا شايف ان هو هيخلي دفاع كل الدوري الانجليزي، لا يعني بسرعته لا يقدر ان هو يكسب عادي جدا دفاع الدوري الانجليزي، يقدر يجيب اسيستات وجوان كمان. فهيبقى من المهاجمين الغلسين جدا، او من الوينجرات الغلسين جدا بسرعته وبمهارته. فصفقة هايلة لنادي ساندرلاند. اللاعب ال11 هو محمد قدوس اللي كان بيلعب في نادي ويست هام، ينتقل لنادي توتنهام ب 52 مليون، عنده 24 سنة. صفقة حلوة جدا جدا لنادي توتنهام. ممكن يلعب لك في أماكن كتير كوينجر، يقول لك ماشي عنديش مشكلة. كاي ام اف بدل ماديسون اللي بيتصاب كتير، تمام. ممكن يلعب لك كمهاجم برضو، يمشي الدنيا معاك مش حكاية. فهي صفقة جبارة بصراحة لنادي توتنهام، حلوه جدا في الجون يعني. لاعب ال 12 هو جاسكروفسكي. هتقول لي ايه ده، مين ده؟ اقول لك ده موهبه كده، كانت المفروض ان هي موهبه هايله في نادي فالنسيا. بتتكلم ان ريال مدريد بتخش كانت تتكلم معاه قبل هويسن والكلام ده كله، ولكن الى ان ينتقل لنادي ايندهوفن ب9 مليون، عنده 19 سنه. صفقه غريبه جدا. انا واحد كنت بقعد اجيبه في الفانسي والواد كان بيبهل جدا. مش عارف، صفقة غريبة جدا 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 يعني. ده كان افضل واحد تقريبا في دفاع فالنسيا، بتبيعه زي غباء بصراحة من نادي فالنسيا. بيحصل في السنين كتيرة جدا جدا. فالنسيا دي كانت بتنافس فوق، بقت بتنافس في الهبوط دلوقتي فالنسيا. فهي إدارة سيئة جدا 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 بصراحة. اللاعب ال13 وهو ثيو هرنانديز اللي بينتقل من اس ميلان للهلال السعودي ب 25 مليون. انا ما اعرفش الواد ده ازاي بينتقل ب 25 مليون بصراحه. عنده 27 سنه. 25 مليون سعر قليل جدا 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 يعني. لاعب زي ده بالميت 75 مليون 100 مليون يا باشا. ولكن اس ميلان ما اعرفش بتعمل ايه برضه، عندها شويه غباء في التعاقدات والبيع. غريبه جدا ان لاعب زي ده من احد الركائز عندك تمشيه 25 مليون فقط يعني. ده انت رحت تقريبا جبت ريندرز بسعر تقريبا ولا بسعر اغلى كمان ريندرز، واللعيبه الفطشه اللي انت بتجيبهم لي يعني. لاعب ال 14 هو نونو مادويكي اللي بيلعب في نادي تشيلسي، ينتقل لنادي ارسنال ب 50 مليون. لاعب عنده 23 سنه. صفقه حلوه جدا لنادي ارسنال للدكه، او حتى لو هيحصل بقى ان هو يلعب مكان مارتينيلي، فبرضه صفقه حلوه جدا لنادي ارسنال. وصفقه غريبه جدا لتشيلسي ولكن مفهومه يعني. تشيلسي عنده لعيبه كتيره جدا مفهومين، ولكن انا شايف ان مادويكي كان من اكتر اللعيبه اللي انت ما ينفعش تبيعها اصلا يعني. عندك جواو فيليكس ده تبيعه، مودريك تبيعه، تمام. عندك استيفاو، ولكن هو من الواضح ان هم يعني خلاص استيفاو هيجي يلعب تقريبا بنسبه كبيره في المكان ده. فدي برضو حاجه كويسه ان هم يمشوا نون مادويكي لو استيفاو هيلعب اساسي. فدي بصراحه تبقى صفقه ذكيه جدا من نادي تشيلسي، اول مره يعملوها يعني.
اللاعب ال 15 هو دانييلو خط النص البرازيلي اللي كان في نادي نوتنجهام، اللي كنا بنتكلم ان ده موهبه برازيليه جباره. ينتقل تاني للدوري البرازيلي الى نادي بوتافوجو ب 23 مليون، عنده 24 سنه. برضه ما تفهمش الصفقه دي، برضه ما تفهمهاش حته ان انت تجيب لاعب من الدوري البرازيلي وتقوم ممشيه للدوري البرازيلي تاني. مش فاهمها، لان ده المفروض كان موهبه، ويقول لك ان ده لاعب بقى كاسيميرو جديد ومش عارف مين جديد، ولا شفناه اصلا تقريبا مع نادي نوتنجهام فورست. اللاعب ال 16 وهو بيروني اللي كان اعاره لنادي كومو، ينتقل خلاص لهم رسميا من مانشستر سيتي ب 13 مليون فقط. لاعب عنده 22 سنه، صفقه حلوه جدا 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 لنادي كومو، اللي على الاقل بيحاول ان هو يحافظ على لعيبته، اللي كان عامل خط نص بصراحه حلو جدا، بروني ونيكو باز، ومش فاكر والله مين التالت اللي كان جنبهم، ولكن كاكيراس اللي لسه كانوا جايبينه. فهو خط نص حلو جدا جدا لنادي كومو، تقريبا كلهم 22 سنه اكبر واحد فيهم، فخط نص صغير وهايل جدا. لاعب ال 17 هو تياجو المادا، وطالما تياجو المادا وارجنتيني يبقى راح لفين؟ اتلتيكو مدريد، برافو عليك، من نادي اتلانتا، ولا من نادي سوري بوتافوجو، كان بيلعب في اتلانتا قبل كده، من نادي بوتافوجو لاتلتيكو مدريد ب 25 مليون، عنده 24 سنه، صفقه حلوه. ماشي النادي اتلتيكو مدريد، ولكن كفايه بقى منتخب الارجنتين يا جماعه، انا اتخنقت يا جدعان، انا اتخنقت المنتخب الارجنتيني اللي بقى في اتلتيكو مدريد ده. في كل حته في كل مركز هتلاقي على الاقل واحد ارجنتيني، فغريبه جدا، معرفش هيلعب فين في وسط الزخم اللي موجود ده، ربنا معاكم. لاعب ال 18 وهو نوا لانج اللي كان بيلعب في نادي ايندهوفن، ينتقل لنادي نابولي ب 25 مليون. اللاعب عنده 26 سنه، جه يلعب كوينج وهولندي، فبرضه صفقه كويسه لنادي نابولي، على الاقل لو دكه كمان تبقى صفقه حلوه جدا، ولكن اعتقد هيلعب كاساسي، فهي صفقه حلوه جدا جدا لنادي نابولي، من اللي هي اللعيبه اللي محدش قوي، مفيش كلام كتير عليه، مفيش انديه كتيره مهتمه بيه، نخش احنا نخلص فيه كده، في صفقه حلوه جدا لنادي نابولي. لاعب ال 18 هو باكايوكو. هتقول لي باكايوكو ده في خط النص ولسه بينتقل، اقول لك لا، ده باكايوكو لاعب تاني، بيلعب كان في الوينج في نادي ايندهوفن برضه، بينتقل لنادي لايبزيج ب 18 مليون، عنده 22 سنه، صفقه ذكيه جدا لنادي لايبزيج، سنتين ثلاثه وهتلاقي اللاعب ده بيتباع ب 100 مليون عادي جدا. اللاعب ال 20 وهو بيتروفيتش اللي كان حارس لنادي تشيلسي، بيطلع اعارات، ولكن السنه دي خلاص ينتقل رسميا لنادي برونموس في الدوري الانجليزي برضه ب 29 مليون، عنده 25 سنه، صفقه انا شايفها ذكيه جدا جدا لنادي برونموس، بنسبه كبيره هيلعب بشكل اساسي، فلو عايز تروح برضه تجيبه في الفانسي فهي حلوه جدا. كده نكون خلصنا 20 انتقال معانا النهارده، يا رب الفيديو عجبكم، لو عجبكم اضغطوا لايك وتفعيل زر الجرس، هتوصل كل ما وصلوا القناه بتاعتنا. كان معكم شادي اشرف في قناه كوره شويه، نشوفكم في فيديو جديد على خير، وبكلمكم سعيد، ويلا سلام.